بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، يا رب تكونوا بخير. معايا النهارده كتف ضاني. ده يا جماعه كان عندي من بدري الفيديو ده، وما كنتش فاضيه بصراحه اعمل له مونتاج. كنت عاملاه قبل الكتف اللي فات، كنت قايله لكم ان انا عامله كتف تاني بالخلطه وهنزله لكم، فعملت له مونتاج وقلت انزله بقى معاكم النهارده. ده كده طبعا كتف انا بس شطفته شطفه وبدات افتحه عشان التتبيله تخش فيه كويس. تمام. معايا خلطة كده اللي هي بصلتين مضروبين في الخلاط، طماطمتين مبشورين، جزراية مبشورة ليا، توم مفروم، توم سليم، ليمون، خل، هيل، توابل. معايا ملح، زعتر، توابل اللحم، بابريكا، فلفل اسود، 7 بهارات، كمون، لورا، حبهان اللي هو الهيل، وجوز الطيب. ماشي. هنزل بقى بكله على بعضه كده في البولة مع طماطم والبصل والجزر والثوم والزيت والخل والتوابل وكله. ماشي. والليمون. فايه بعد ما فتحنا كويس كله من هنا ومن هنا من ناحيتين عشان التتبيلة دي تدخل جوه كويس. طبعا هنزل بقى كل التوابل دي فيه. شلت جوز الطيب على جنب عشان ابشرها يعني، ونزلت كله على بعضه كده. كان عندي بقى له فترة الفيديو كنت عاملاه قبل الكتف التاني، فقلت بقى انزله معاكم النهاردة. ماشي. انا كده مفتحاه من كل مكان اهو، من فوق ومن تحت. طبعا في دي الخطوة دي بقى ايه، انا شفتها مع الشيف علاء الشربيني، بس حسيت بعد كده بعد ما عملت يعني ساعتها لما عملت ده حسيت ان هي ملهاش اي لازمة، لان انا كده بعد ما فتحت الفتحات رجعت قفلتها تاني بالثوم والهيل اللي هو الحبهان. بس كان انا شايفه ان كان من غيرها هيبقى احلى. هي كده ما ضافتليش حاجه يعني زيها، يعني هي زيها زي عدمه. فانا لو ما حطيتهاش هيبقى احسن يعني. على الاقل الخلطه هتخش جوه كويس في الخروم دي، تتشبع كويس، البخار يدخل كويس فيستوي اكتر واسرع. فحسيت اني ملهاش لازمه يعني، ما كنتش عملتها احسن. فانا جربتها حبيتها يعني عجبتني فحبيت اجربها، بس جربتها ورجعت بعد كده قلت يعني ملهاش لازمه ان انا اعملها تاني. بعد كده نزلت بقى بالخلطة كلها اللي هي التتبيلة دي كلها، نزلت عليه. طبعا بسيبها ساعتين تقريبا يعني على الأقل، زي أي حاجة بنسيبها أقل شيء ساعتين في التتبيلة. بعد كده بجيب بصينية بقى على البوتاجاز معايا، الصينية اللي أنا هحط فيها الكتف يعني. تمام. وهنزل بقى أول حاجة بلية، أنا كده بس بشبع ايه الكتف من فوق ومن تحت بالخلطة. نزلت بقى هنا بايه باللية في الصينية كده. ماشي. اللي هي طبعا بتدي طعم حلو قوي، هو كتف ضاني اصلا، واللي هي كده بتدي طعم لاي حاجه. حطيت حته زبده برضو عشان ايه، انا كنت مستعجله اصلا اليوم ده جدا وعايزه بسرعه اللي هي تتحمر بسرعه في حاجه يعني، في زبده، او بدل ما اسيبها كده وتاخد وقت على ما تتحمر بسرعه حطيت حته زبده عشان تتحمر. وهنزل كده بالكتف ياخد ايه صدمه من ناحيتين، من هنا ومن هنا صدمه. وبعد كده بنزل بقى بكل التتبيله الخلطه دي كلها بنزل عليه. بفضل سايباه شويه فوق على النار على الفرن العين البوتاجاز من فوق عشان بسرعه يستوي يعني. مش عايزه احطه من اوله لاخره في الفرن عشان هياخد وقت شويه، فانا كنت مستعجله فعايزاه ايه بسرعه من فوق ايه ياخد شويه نار يعني، سوا ياخد شويه سوا فوق. وغطيته بقى بالفويل عشان ما عنديش طبعا غطا كده طويل، عايزه ايه اكتمه عشان يستوي بسرعه. حطيت حته زبده كده فوق ايه مشيت بيها عليه كله. بحب جدا طعم الزبدة يعني في الحاجات دي في الأكل كله عموما. تمام. هو كان دسم يعني وأنا اديته دسامة أكتر كمان. طبعا كنت ناسي أرش جوزة الطيب على الخلطة فرشتها هنا. بعد كده بقى بنزل بيه، بفضل متابعاه كده فوق، أقلبه كل شوية على الناحيتين وأتابعه إن كان استوى ولا لأ كده بسكينة أو بشوكة. بعد كده بنزل بقى بحطه في الفرن من تحت على الصاج، انا بولع من تحت بس واحطه على الصاجة مفيش 5 دقايق 10 دقايق، وبعدين اروح رافعاه في الوسط على الشبكة واسيبه يستوي. المفروض اسيبه يستوي، انا برضو عشان مستعجلة رحت فاتحة عليه الشواية من فوق. مجرد ما فتحت عليه الشواية مكملتش 5 دقايق الشواية من فوق فايه اتحمر بقى معايا كده.
انتي لو مش مستعجله سيبيه براحتك خالص على الشوايه، هو يستوي من غير ما تفتحي الشوايه، سيبيه في الوسط بس على النار اللي تحت. بس كان سهل وسريع وبسيط وحلو جدا طعمه والخلطه. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ضغطوا لايك واشتركوا في القناه، واستنونا في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا.